مشاهدي شوف تيفي اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم في الموجز الرياضي. تمكن المنتخب الوطني المغربي من الفوز على نظيره التنزاني ب2-1، وبذلك يكون الطاوسي قد فشل في رد الذيل للمنتخب التنزاني الذي هزمه في لقاء الذهاب بدار السلام ب3-1، حيث لم يستطع لاعب المنتخب من تسجيل سوى هدفين امس بمدينه مراكش، والذي سجل موكول من عبد الرزاق حمد الله في الدقيقه 40 عن طريق ضربه جزاء. أما الهدف الثاني فسجله يوسف العربي في الدقيقة 51، فيما قلص الفارق للمنتخب التنزاني اللاعب العامري. ورغم هذا الانتصار الذي لا طعم له، فإن المنتخب المغربي يبدو أنه قد أقصي من المنافسات الإفريقية المؤهلة للبرازيل. وعقب هذه المباراة دافع رشيد الطاوسي مدرب المنتخب المغربي عن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة تنزانيا، مؤكدا على أن هذه المواجهة التي أخذوها اللاعبين المحترفين الذين لبوا النداء أكثر دينامية وفاعلية وقاموا بمواجبهم كما ينبغي. وعرج الطاوسي في نفس المؤتمر على أن المباراة المقبلة والمباراتين المقبلتين ستكون أكثر حظوظ لحضور مونديال، ولم نخرج حسابيا من السابق فإننا لم ننزل أيدينا مطلقا، حققنا الفوز الأول وهذا عامل مهم لاستعادة الثقة للأسود. وفي علاقة دائما بالإقصائيات المؤهلة للبرازيل، سحق المنتخب الإيفواري مستضيفه المنتخب الغامبي ب3 أهداف نظيفة برسم الجولة الرابعة من تصفيات مونديال البرازيل. وبعد الانتصار بات منتخب الفيالة يحتل المركز الأول برصيد 10 نقاط، متبوعا بالمنتخب التنزاني ب6 نقاط، فيما المنتخب المغربي يحتل المركز الثالث ب5 نقاط، والمنتخب الغامبي في المركز الأخير بنقطة واحدة. أكد علي الفاسي الفيري رسميا نيته الترشح لولاية ثانية لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده مع حسن مرزاق عضو المجموعة الوطنية للهواة، والمنتظر أن ينافس الفيري على رئاسة جامعة كرة القدم حسب ما أكده مرزاق في اجتماع عقده مع ممثلي فرق الهواة بأحد فنادق الدار البيضاء. كما أضاف مرزاق أن الفاسي أوضح له أنه سيعمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبها في ولايته السابقة بخصوص الهواة، وأنه سيمكن الممثلي فرق الهواة كامل الصلاحية لتسيير المجموعة الهواة خلافا لما كان عليه الحال في ولايته الأولى. رفض المكتب المسير لفريق نهضة بركان عرضين من الجيش الملكي والرجاء البيضاوي للانتداب عبد المولى بن رابح خلال الميركاتو المقبل. وفي هذا السياق أكد بن رابح بأنه يرغب في الاستمرار رفقة الفريق البرتقالي، وأنه لا يرغب في التوقيع أو الالتحاق بأي ناد آخر. كان فريق الرجاء البيضاوي قد أشار بأنه يريد استعادة خدمات بن رابح، إلا أن مسؤول الفريق البركاني رفضوا طلب النسور، وأكدوا بأنهم يرغبون في بقائه ضمن صفوف الفريق البرتقالي. أوروبيا هذه المرة رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعليق على اتهامات مدربه السابق مورينيو وبالانصياع لأوامره، والاعتقاد بأنه يفقد كل شيء في كرة القدم دون حاجة لتوجيه. واكتفى رونالدو بالضحك على السؤال الذي وجه له من طرف أحد الصحفيين عقب فوز منتخب بلاده على روسيا بهدف دون رد في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال البرازيل. وحين سئل رونالدو عن تصريح مورينيو أجاب: هل تعتقد أن الأمر يشغلني؟ إنني منشغل فقط بالمنتخب، أما آراء الآخرين فلا تهمني الآن. صب النجم الفرنسي إريك أبيدال غضبه على نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني بعد أن اتهمه بخيانة العهد بعدم منحه فرصة للاعب بعد تعافيه من مرض السرطان وانتهاء فترة النقاهة بعد جراحته للكبد. وبدأ أبيدال حزينا ومتألما من رحيله عن النادي الكتالوني في تصريحات لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية، حيث أكد أن مسؤولي البارسا لم يعطونه أي مبرر منطقي للاستغناء عن خدماته. وقال أبيدال: لقد ناضلت من أجلهم، إنني الآن في أفضل حالة بدنية، لقد انبهر الأطباء بتطور حالتي وشعرت بأنني جاهز للعب موسمين إضافيين. وهاجم اللاعب الفرنسي أسلوب تعامل إدارة ساندرو روسيل معه قائلا: لم يقل لي أي مسؤول من البارسا سببا مقنعا لرحيلي، فقد قالوا لي إنه قرار احترافي. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، في أمان الله.